تخيلوا معي 6 أسابيع بس، هذا كل الوقت اللي أخذته واحدة من أكبر القوى في العالم فرنسا عشان تنهار بالكامل. القوات الألمانية اكتسحت غرب أوروبا، وباريس سقطت بدون ما تنطلق رصاصة واحدة للدفاع عنها. شي صادم صح؟ السؤال هو كيف ممكن إمبراطورية عظيمة زي دي تنهار بهالسرعة المذهلة؟ جزء كبير من الجواب ممكن نلاقيه في مقولة المؤرخ I.G.B. تايلر. هو قال جملة مهمة جداً: ألمانيا تم إذلالها بدلاً من هزيمتها. يمكن هذا كان أكبر خطأ ارتكبته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. ما اكتفوا بالهزيمة العسكرية، لا، أذلوا ألمانيا، وهذا الإذلال هو اللي زرع بذور الانتقام اللي رح تنبت بعد سنين. طيب مفهوم، كان في شعور بالظلم والإذلال، بس كيف بالضبط تحول هالشعور لحملة عسكرية صاعقة قدرت تدمر الجيش الفرنسي في 42 يوم بس؟ هذا هو اللغز اللي رح نحاول نفكه مع بعض اليوم. خلونا نبدأ من البداية، من الجذور. نتكلم عن المعاهدة المفروض إنها أنهت الحرب العالمية الأولى، بس في الواقع هي اللي مهدت الطريق للحرب العالمية الثانية. طبعاً أتكلم عن معاهدة فرساي. بالنسبة للألمان، فرساي ما كانت معاهدة سلام أبداً، كانوا يسموها ديكتات، يعني إملاء أوامر مفروضة عليهم بالقوة. تخيلوا معي حجم الشروط. ألمانيا خسرت 13% من أراضيها، ومنها منطقة الألزاس واللورين اللي رجعت لفرنسا. جيشها الضخم تقلص ل100 ألف جندي بس، وممنوع يكون عندهم سلاح جوي أو غواصات. وفوق كل هاد أجبروهم يعترفوا إنهم هم المسؤولين الوحيدين عن الحرب، ولازم يدفعوا تعويضات ضخمة جداً. والرقم كان خيالي بكل معنى الكلمة، 132 مليار مارك ذهبي. عشان نتخيل، هذا يعادل أكثر من 440 مليار دولار بفلوس اليوم، مبلغ مستحيل على أي دولة دفعه، فما بالكم باقتصاد أصلاً منهار بعد الحرب. كانت وصفة لكارثة اقتصادية محتومة. طيب شو عملت ألمانيا عشان تدفع؟ ما كان عندها حل غير إنها تطبع فلوس، تطبع وتطبع وتطبع، والنتيجة واحدة من أسوأ حالات التضخم المفرط في التاريخ، لدرجة إنه في سنة 1923 كان سعر رغيف الخبز الواحد يوصل لمليارات الماركس. يعني الناس كانت تروح تشتري أغراضها بعربيات مليانة فلوس ما إلها قيمة. هذا الشيء ما دمر الاقتصاد بس، لا، هو سحق الطبقة الوسطى وخلق شعور عميق جدا بالظلم والعار، وهاي كانت التربة الخصبة اللي استغلها شخص مثل هتلر عشان يوصل للسلطة. تمام، إذن الأرضية كانت ممهدة للانتقام. الآن خلونا ننتقل لساحة المعركة نفسها، لأن الصراع اللي صار ما كان مجرد جيش ضد جيش، لا، كان صراع بين فلسفتين عسكريتين مختلفتين تماماً. من جهة كان عنا فرنسا كانت لسه عايشة في الماضي، في الحرب العالمية الأولى، كل تفكيرها كان دفاعي وثابت. بنوا خط ماجينو، سلسلة تحصينات خرسانية ضخمة، وكانوا متوقعين حرب خنادق بطيئة زي اللي قبلها. حتى اتصالاتهم كانت قديمة بالهاتف والسعاع. على الجانب الآخر تماماً كان عنا ألمانيا. الألمان طوروا عقيدة جديدة كلياً، البليتسكريغ أو الحرب الخاطفة. الفكرة كلها كانت السرعة والمفاجأة، هجوم كاسح يجمع بين الدبابات السريعة والطيران اللي يقصف الخطوط الأمامية والمشاة، وكلهم يتواصلوا مع بعض بشكل فوري بالراديو. يعني هجوم ديناميكي ضد دفاع ثابت. والغريب في الموضوع إنه لو نظرنا للأرقام على الورق، المفروض الحلفاء هم اللي يتفوقوا. كان عندهم جنود أكثر، حوالي 3.3 مليون جندي مقابل 2.7 مليون جندي ألماني. إذن المشكلة ما كانت في العدد. النقطة الحاسمة ما كانت كم جندي عندك، بل كيف رح تستخدمهم. وهنا نصل للخطأ الاستراتيجي القاتل، الخطأ اللي كلف فرنسا كل شيء. القيادة الفرنسية العليا كانت عندها قناعة تامة إن غابت الأردن بكثافة أشجارها وتضاريسها الصعبة مستحيل الدبابات تعبر منها، وبسبب هالقناعة تركوا هذا الجزء من الجبهة تقريباً بدون حماية قوية. كانوا معتمدين أن الطبيعة رح تدافع عنهم. طبعاً الألمان شافوا هذا الافتراض الخاطئ واستغلوه بعبقرية وجرأة ما لها مثيل. خطتهم اللي سموها فال قلب أو الحالة الصفراء كانت مغامرة بكل معنى الكلمة. كانت مبنية على فكرة بسيطة: اضرب عدوك في المكان اللي هو متأكد أنك مستحيل تضربه فيه. الخطة كانت بسيطة وذكية ومكونة من 3 خطوات.
الخطوة الأولى تمويه. مجموعة جيوش ألمانية تهاجم بلجيكا وهولندا عشان تخدع الحلفاء وتخليهم يرسلوا أفضل قواتهم للشمال. الخطوة الثانية وهي الضربة القاضية. مجموعة الجيوش الرئيسية ومعها 7 فرق دبابات كاملة تقتحم غابة الأردين يلي الفرنسيون كانوا يعتبرونها مستحيلة. الخطوة الثالثة والأخيرة التطويق. الدبابات الألمانية بعدما تعبر الغابة تنطلق بأقصى سرعة نحو القناة الإنجليزية، وبهيك تقطع الطريق على جيوش الحلفاء يلي راحت على بلجيكا وتحاصرهم بالكامل. واللي صار على أرض الواقع يوضح تماماً مدى سرعة الانهيار. شوفوا معي التسلسل الزمني. 10 مايو بدأ الغزو، 20 مايو يعني بعد 10 أيام بس الدبابات الألمانية كانت وصلت للساحل، الحصار اكتمل، أقل من شهر بعدها باريس سقطت، الموضوع انتهى. طبعاً كلنا سمعنا عن دونكيرك وعن عملية الإجلاء البطولية اللي أنقذت حياة أكثر من 338 ألف جندي من الحلفاء. يسمونها معجزة دونكيرك، بس الحقيقة إنها كانت معجزة تكتيكية لكنها كارثة استراتيجية. ليش؟ لأنه الجنود هربوا بحياتهم بس، واضطروا يتركوا وراهم كل شيء تقريباً، الدبابات، المدافع، الشاحنات، كل المعدات الثقيلة. وهذا ترك فرنسا حرفياً مكشوفة تماماً أمام الهجوم الألماني اللي كان مستمر. وهيك نصل للفصل الأخير من هذه القصة المأساوية، وهنا دائرة الإذلال اللي بدأت في فرساي دارت دورة كاملة ورجعت عشان تضرب فرنسا نفسها. في 14 يونيو تم إعلان باريس مدينة مفتوحة. هذا مصطلح عسكري يعني أنه المدينة ما رح تدافع عن نفسها لتجنب تدميرها، هو شكل من أشكال الاستسلام. تخيلوا المشهد، الجيش الألماني يدخل شوارع باريس بدون أي مقاومة، والأعلام النازية ترفرف فوق قوس النصر وبرج أيفل. صدمة ما بعدها الصدمة. لكن قمة الانتقام الرمزي كانت للسجايا. هتلر أصر إن اتفاقية الهدنة أو الاستسلام الفرنسي لازم تتوقع في نفس المكان وفي نفس عربة القطار اللي ألمانيا وقعت فيها استسلامها المهين سنة 1918، حتى إنه أمر بإخراج العربة من المتحف ووضعها في نفس البقعة بالضبط. ما كان مجرد نصر عسكري، كان إذلال متعمد ومسرحي أمام العالم كله. ولغة الأرقام تحكي قصة هذه الهزيمة الساحقة بشكل أوضح. ألمانيا خسرت حوالي 27 ألف جندي، بالمقابل الحلفاء خسروا أكثر من 360 ألف قتيل، وفوقهم حوالي 1,900,000 أسير حرب. الأرقام صادمة وتوضح إنها كانت كارثة بكل المقاييس. في النهاية كل هذه القصة تلخصها مقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير: من الأفضل أن تهزم عدوك على أن تذله. ليش؟ لأن الإذلال يولد كراهية، والكراهية تولد رغبة لا تنتهي في الانتقام، وهي الرغبة ممكن تشعل حرب أكبر وأكثر دموية من اللي قبلها. والسؤال اللي ظل يطرح نفسه، هل ممكن نكسر هي الدائرة المفرغة، دائرة السلام اللي يزرع بذور حرب قادمة؟